واش كاين احتمال نعيشوا الحرب العالميه الثالثه؟ واش العالم فعلا واقف على حافه الدمار ولا غير تهويل اعلامي وبروباغندا ديال الخوف؟ مرحبا والسلام عليكم اخواني واخواتي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه يوز اش اكس. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيخوف العالم، اللي هي واش الحرب العالميه الثالثه تقدر تكون او لا. خليكم مع الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا شنو كاين. الحرب العالميه ماشي غير نزاع بسيط بين جوج دول، هي حرب كتجر معاها بزاف ديال الدول، كتستعمل فيها اسلحه خطيره وكتخلي وراها دمار شامل. كاينين جوج حروب عالميه كانوا داروا قبل. كاين الحرب العالميه الاولى اللي شدت من 1914 حتى 1918، وكاين الحرب العالميه الثانيه اللي شدت من 1939 حتى 1945. هاد جوج حروب اللي خلفوا الدمار الشامل للكره الارضيه وماتوا بزاف ديال الناس والعالم كامل تبدل. دابا العالم عايش في واحد المرحله حساسه بزاف، روسيا ضد اوكرانيا، امريكا ضد الصين. الا وقعت حرب كبيره ما بين القوى العظمى بحال امريكا والصين وروسيا، راه ممكن بزاف ديال الدول يتورطوا سواء بالمباشر او غير مباشر. بحال روسيا هاجمت اوكرانيا. صراحه كاينين عوامل اللي كتخليو الدول الكبار يفكروا مزيان قبل ما يدخلوا للحرب. اولا هو السلاح النووي، كلشي عارف اللي ضرب النووي غادي تضرب به، يعني الدمار الشامل للطرفين. وثاني حاجه الاقتصاد العالمي، الدول كتربح من التجاره التكنولوجيا والاستثمارات، والحرب بالنسبه لهم كتساوي خساره ضخمه. وثالث حاجه اللي هي الناس مابقاش باغا الحرب، الشعوب ولات واعيه والضغط الشعبي ولا مهم في قرارات الدول. صراحة تقدر تولي حرب عالمية ثالثة، ولكن راه ماشي قريبة ولا سهلة. الدول كتلعب بالعافية ولكن عارفة توازن الرعب. ختاما الحرب ماشي فيلم وماشي خبر عادي، الحرب تخرب الشعوب، كتقتل الابرياء، وكنتمنوا هذا الشيء يبقى احتمال ويبقى السلام هو اختيار. الى عجبك الفيديو ما تنساش تابونا في القناة وتفعل الجرس، خليش معك واحد لايك وبارطاجي مع اصحابك باش يعمل الفائدة. بيس.